اعتدي عليهم اعتداء صارخا مرفوضا باستخدام السلاح. ابتدى بقى مسلسل الضرب والسحب من الخليفه المأمون لغايه قصر الاتحاديه، حوالي مسافه حوالي 500 او 700 متر تقريبا. الخمسه دول بقوا 10 وبقوا 20 والناس بتسلمنا لبعض يعني. كل واحد كان في ايده حاجه كان بيقدمها، في حد ضربني بحديده في دماغي، في حد ضربني بشومه، في حد ضربني بآلة حاده مش عارف بالظبط اذا كانت مطوه او نص، عنده جرح قطعي هنا. في وسط عمليه السحل دي حد مديني جيبي خد البطاقه وقال لهم ده نصراني، فالناس هاجت اكتر وبقى في ترحيب من نوع مختلف يعني، ابتدى الضرب يزيد شويه. وفي الاخر قبل ما اوصل لجنه التحليه حد كان طلع الكارنيه بتاع الحزب وقال لهم ده هيقعدوا في حزب التحالف. لما عرفوا ان انا جاي في السياسه ابتدى الضرب تاني يزيد، وابتدوا بيحاولوا بقى ينتزعوا مني اعتراف ان انا مأجور والبلطجي جاي بالفلوس. التظاهر السلمي يعني الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، او يعني الاعتداء على طريق يمر منه المرة، او يعني تعطيل الانتاج او تشويه الصورة عن مصر، هذا لا يمكن. على التحذيرات الأمنية ألغى السادة القضاة في المحكمة الدستورية العليا جلسة اليوم اللي كان من المفترض أن تنظر في قضية حل